بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. سلام حبيباتي، معكم أم علاء. نتمنى ما يدخل عليكم هذا الفيديو أو أي فيديو من فيديوهاتي يلقاكم بألف خير. دخلنا في شهر شعبان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. جبت لكم اليوم وصفة نبغوها بزاف بزاف، خاصة في رمضان. من الواحد يصوم تبان له عليه البوراك. لكن اليوم البوراك ما جبتها لكمش بوراك تاع المشريين الاصطناعيين. البوراك راح نخدمه في الدار، راح نخدمه بالعجينة. بوراك العجينة يجي بنين 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 بنين، هذا مكان ومقاديره بسيطة. تبعي معايا الفيديو الاخير راح تكتشفي طريقة التحضير كذلك المقادير، وراح نعطيك السر باه تحصلي على بوراك يجي شباب كما قال لك، واللي يدوقه عندك يطلبه ويطلب الوصفة. تبعي معايا الفيديو الاخير، فرجة ممتعة. كما قلت لك المقادير بسيطه. هنا عندي 3 كيلات تاع فرينه، الكيله تكون غازي ما تكونش بومبي. عندي نص كيله تاع ليدان، تقدري ديري السمن، تقدري ديري غير المارغرين تكوني مذوبتها، لكن تصفيها من داك الحليب باه النسبه تاع ليدان تكون هذيك هي نيشان. عندي الملح على حسب الرغبه، تبغي تصم لاباط شويه صامته، على حسب اللي تبغي نتيا البنه تاع العجين. وعندي انا نضيف لها دائما، هي في الوصفه الاصليه ما يديروش لاليفير شيميك، لكن انا نبغي ندير فيها ديك لاليفير شيميك. الخميره الكيميائيه تعطيني نتيجه ولا اروع. راح نبداو على بركه الله. هنا في اناء راح نوضع الفرينه، انا راني مصيرتها من قبل. كما دائما نعرفوا نصيروا الفرينه تاعنا. راح نضيف كامل النواشف، الملح، ونضيف كذلك الكيس تاع الخميره الكيميائيه. هذه الخميره الكيميائيه شابه، من تلقيها غير شريها. انا راهي تعجبني، دائما من يروحوا يشروا لي نقول لهم جيبوا لي المرجان. نخلط كل النواشف، وبعدها راح نضيف الليدان. كما قلت لك تقدري ديري السمن الا تبغي لو تاع السمن، تقدري ديري المارغرين تذوبيها لكن كما قلت لك تصفيها من داك الحليب والماء تاعها باش تجي نسبه ليدام نيشان. راح نبسسها حتى داك ليدام يتلبس كامل، ديك الفرينه تلبس كامل بداك لو غرام. نكمل ونرجع لكم. لاحظي اني بسستها مليح، لاحظي حتى من ديري لها هاك تتشكل معاك. عارفي بلي ليدان راه هذاك هو. الان واش راح ندير؟ راح نجيب الماء نلم العجين تاعي بالماء. انا عندي اون ميزور، بغيت باش نعبر سيرتو البنات المبتدئات يبغوا دائما كلشي بالعبر. الوغ عبرت كيله، نفس الكيله اللي عبرت بها الفرينه وليدان، راني عبرتها ماء. لاحظي راه خاصها الماء. هنا الفرينه اللي استعملتها تقولي ام علاء واش من ماركه استعملتي؟ استعملت غير الفرينه اللي تتباع ب10 كيلو. هذا مكان، هذه هي الفرينه اللي استعملتها، كانت كاينه غير هي. الوغ راني استعملتها وجربتها في الحلويات، جربتها في القريوش، خرجت ولا اروع. ندخل كامل الكميه تاع الماء، بانت لي خاصها شويه، راح نزيدها غير قطرات ماشي بزاف، قد ملعقه كبيره تاع ماء. نزيدها قد ملعقه كبيره ونرجع نزيد هاد الكميه. لاحظي صاصبن تي الفاينه تاعك تدخل لك كيله، صاصبن ما تدخلكش هاد الكيله كامله. وهي ديجا من ترتاح راح تزيد تاني تنطلق. هذه هي. لاحظي العجين اللي راح نتحصل عليه لمه. نلمها ما نعجنهاش.
نوضعها في كيس بلاستيكي ونخليها تريح. انا في رمضان موالفه كي نديرها الصباح، هاد العمليه نقوم بها الصباح، نخدم العجين تاعي ونخليه من يقرب تبقى نص ساعه ولا الساعه للمغرب نبدا نشكل فيه ونقلي. هذه هي. لاحظي العجينه اللي تحصلوا عليها ما تكونش يابسه وما تكونش جاريه، ما تكونش طريه. هذه هي العجينه. الحشو عندي نص حبه بصل مطحونه، عندي ربع صدر دجاج مطحون كذلك، عندي هنايا وانتي تدي الكميه على حسب اللي تبغي تدي صدر تاع الدجاج دي، عندك كفته ديري كفته الحاضر اللي عندك، ما عندكش كاع تقدري ديري البصل طوماطيس فلفله، هذا مكان ديري تشكشوكه عاديه وتزيدي لها الفرماج، تزيدي لها اي حاجه تبغيها، الزيتون، المعدنوس، الطون كيما بغيتي. المهم الجود بالموجود، الحاضر اللي عندك خدمي به. هنا عندي التوابل، ملح حسب الرغبه، فلفل اسود، سكنجبير وكركم، ونسيت لاموطاغ دوك من بعد نضيفها. لاموطاغ تجي غايه وتوالم مليح مع الدجاج. هنا في المقله وضعت هنا كان باقي لي من الزبده اللي المارغرين اللي ذوبتها قبيل، بقات لي منها، وضعت هنا ملعقتين كبار، راح نزيد ملعقه كبيره من الزيت من نحطها فوق النار، وراح نضيف لها البصله. انا نبغي نقلي البصله، قليها شويه ومن بعد عاد نضيف الدجاج. راح نوضعها فوق النار تتقلى ونرجع لكم. اليوم جبت لكم اجواء رمضان، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، ان شاء الله يدخل علينا بالصحه والهنا. قولوا امين. هنا عندي بغيت ندير شويه الشوربه، جات في خاطري مع البوراك، الوغ شدرت هنا عندي والوصفه اللي دايرتها في القناه، اللي بغات ترجع عليها ترجع لها بالتفصيل. هنا عندي بصله مليحه مقطعه على 4، عندي حبه بطه صغيره، اللفت كاين بزاف ما يبغوش اللفت في الشوربه تاعهم ولا في الحريره، انايا نبغي ندير هاد البنه تاع اللفت. نتيا اختياري، باغي ديريها ماكش باغي ديريها ما ديريهاش، لكن انا ننصحك ديريها وجربيها. لكن ننصحك تاني ماشي داك اللفت المكور اللي يجي مر، ديري اللفت هذيك اللي تجي بيضه وتجي حلوه، هذه اللي تجي بنينه. عندي هنايا هاد انا درت هادو 3 لانه كنت راح ندير 2 حبات، بصح جاتني صغيره، كاين الحبه اللي صغيره، الو زدت حبه. ها هي لا تي اللي عندك الزودياك موين مليحه ديري غير 2. عندي حبه طوماطيس كبيره، انا هنا كما كنت تلاحظوا راهي كونجيلي، انا من هادو تاع التحضيرات تاع رمضان اللي درتهم كاع في الصيف دسيت الكونجيلاتور، دسيت الطوماطيس في الكونجيلاتور، كاين اللي دسيتها كما شفتوا في الفيديو، دسيتها درتها صوص طوماط، وهذه كاين اللي درتهم حب، غسلتها ودرتها في دي ساشي حب باه نديرهم في الشوربه، نديرهم في الحريره، في بركوكس، في طعام، اي حاجه نجبد ونقص ديك الحبه. المهم انا جبت حبه كبيره، انت اللي عندك الحبه صغيره ديري 2 حبات صغار ولا متوسطين. هنا عندي موصو تاع الشحم، انا هذا في العيد مني الشحم ندوبه ونديرها دي مورسو وندسها في الكونجيلاتور ومن السحق نجبد. عندي هنايا غير الصدر تاع الدجاج راكي تلاحظي غير لا كاركاس، ما درتش كميه كبيره تاع الدجاج. تي عندك اللحم ديري اللحم، عندك الدجاج ديري الدجاج اللي عندك ديريه. هنايا القزبر ملي جيت ندير الشوربه ما لقيتش القزبر، لقيت مزيان عندي في الكونجيلاتور، الوغ جبت من الكونجيلاتور. والتوابل عندك الحمص كذلك ديري الحمص. التوابل هنا عندي القرفه، العود تاع القرفه، مكعب تاع المرق الدجاج، عندي هنايا شويه كركم، شويه سكنجبير، عندي هنا زدت غير شويه ملح ماشي بزاف، فلفل اسود، فلفل احمر والزعفران. هادو هما التوابل. انا ديجا موالف ما نديرش الكركم وما نديرش السكنجبير، اليوم درتهم على جال الدجاج. هذه هي الوصفه. هادو هما المقادير، راح كلشي نديرها في القدره بارد في بارد. اللي يعرفوني ومتبعيني من الاول عارفيني بلي نبغي نقلي ماكلتي، لكن الشوربه نديرها بارد في بارد وتخرج بنينه. واللي راها مجربه الوصفه تقول لهم في التعليقات، تقول لهم جربتها وكي خرجت معاها. المهم هنا راح ندوب بسم الله. هنا في القدره راح نوضع الخضر، طوماطيس، موصو تاع الدجاج، عندي هنا هذا الشحم،
ندير القزبر ونزيد التوابل. ونسيت الطوماطيس القوطي، راح نزيد كذلك نص ملعقه طوماطيس مصبره. انا نديرتها كذلك في الكونجيلاتور، لاخاطش دي مرات نحلو داك القوطي تاع الطوماطيس وما يقعد حتى خاصه من شي داك تاع الكيلو تاع 800 غرام، الوغ يقعد لك حتى يحماض. ميم دير دي فوا ديري له الزيت وديري له وهي دي فوا يحماض معاك. الوغ شنو ندير انايا؟ نقبض كل ملعقه نحطها في البلا، نحطها في ان بلا، كل نعبر ملعقه وكاين نعبرها نص ملعقه على حسب قدرتي. الوغ ندير ديك الملعقه، ومن بعد نحيهم من يتكونجيلاو ونحيهم داك البلا ونديرهم فيها الساشي، نديرهم في داك الساشي ومن بعد نجبد. راح نوريكم الطريقه. لاحظ راني دايرتها هنا في الساشي، لاحظي ها هي. انا معبرتهم ملاعق سي نورمال. دير هاد الكلاصون سي نورمال. الوغ انا معبرتهم هنا ملاعق. هذه هي الطريقه تي. انا ما كاش عندي اون بواط تاع يعني استعملتهم، الوغ درتها غير هكا فيها ساشي. المهم دبرت راسي، المهم ما تحمرليش ونقيسها. هذه هي. راح ندي وحده هنا، هذه راهي تبان لي صغيره، الوغ ندي وحده ولا زوج ونديرهم في القدره تاعي. وراهي عندي طوماطيس كونسونطري واجده. هنا راح نمرق بالماء بارد عادي. لاحظي راح نمرق، وقلت لك الوصفه راهي في القناه، ارجعي لها، ديري الشوربه فيرميسيل ومعلقه راح تطلع لك. هذه هي. راح نديرها فوق النار الطيب. صدقيني تخرج بنينه واللي جربتها كيما قلت لكم تخلي لها تعليق وتقول لها كيف خرجت معاها. الان نرجع للحشو. هنا بعد ما طاب لي الدجاج ضفت هنا كميه من الفرماج وضفت الكميه من المعدنوس، وراح نضيف كذلك التوابل اللي قلت لكم عليها من قبل. راح نخلط، نسي نمرس داك الفرماج. انتيا الفرماج تبغي ديريه دروك، تبغي تخليه حتى من بعد ديريه مع من تقعدي ديري في الحشو، تعمري في الحشو في البوراك تاعك، تقدري ديري ديك القطعه تاع الفرماج. والفرماج تستعملي اي حاجه عندك، كسوا بورسيون نتاع العلاب نتاع اي حاجه، المهم يعطيك لو كو. تقدري كذلك الاستغناء عليه. هنا لاحظي بيسكو الدجاج راه سخون بالخوف داب، انا راح نخليها دو كوتي تبرد الحش ونرجع لكم باش كذلك بلا ما روبوزات العجينه نرجع نخدم معكم طريقه التحضير تاع البوراك. العجينه بعد ما ريحت راح تعطيك الطوع. نرش البلان طرافاي غير بالفرينه غير شويه، ما نرش حتى تنشف لي لاباط. ونحلها رقيقه، لانه السر من اسرار نجاح البوراك العجين تحلي لاباط تاعك رقيقه، ما تخليهاش غليظه، تجي خفيفه وما يجيش ثقيل. نحلها رقيق ومن بعد راح نطبخها. طريقه ولا اسهل وما راحش تاخذ منك اليد والوقت كذلك. نكمل بهذه الطريقه وبعدها راح نحكم انا هاد لومبورت بياس. لاحظي تقدري تستعملي الا ما عندكش هذيك الاداه تاع البوراك، تقدري تستعملي غرفيه، كاس، اي حاجه عندك بالحجم اللي بغيتي. انا نستعمل هاد الاداه تاع البوراك نطبع بها، ومن بعد راح تشوفوا كيفاه ندير. طريقه سهله وبسيطه جدا. راح نحي الحبات ومن بعد راح نوري لكم كيفاه تخدمي. والان نحكم دوك الحبات اللي حليتهم اللي طبختهم عفوا، نزيد نحلهم غير شوي. هذا مكان ندير الحشو. انا هذه اللي خدمتها بلا ديك الاداه تاع البوراك. نحكم الحشو، نعمر على حسب الكميه اللي على حسب السيركل، ومن بعد نطوي
نظن هاد الخطوه نطويها على 2، نقفل الحبه بهاد الطريقه كيما لي شوسون. وبعدها نجيب فرشيطه نضغط مليح، بعدها نجيب فرشيطه ونضغط على الحواف باش ناكد على ديك ما يتحليش من بعد في المقله. بهذه الطريقه طريقه ولا اسهل، بكري كنا نديروها، لكن دروك مي راه كاينه هذيك الاداه تاع البوراك عمليه اكثر. لاحظي كما قلت لك تديري الحجم اللي بغيتي. الا ما عندكش هذا الطابع نحل، هي كل ما تجي رقيقه كل ما تجيك مليحه الحبه تاع البوراك. هي جينيرالمون كون ديريها غليظه تجيك معجنه، لكن من ترقي لاباط تاعك تجي ولا اروع. نوضعها فوق نثبتها هنا فوق ديك الاداه تاع البوراك، ومن بعد راح نوضع كميه من الحشو. تقدري هنا الحشو كما قلت لك ديري اللي بغيتي، تقدري كذلك تزيدي الفرماج، تقدري تقلي شويه بيض، كذلك ديري اومليت وتكوني ماكش مطيبتها مليح كذلك وتزيديها معاه ثاني كيجي ولا اروع. راح نحي هذوك الزوائد. بعدها لاحظي هنا نتحلت، نعاود كذلك نضغط عليها. انت الا تخافي تنتحلك وضعي كميه من الماء على الحواف عادي، نزيد نضغط عليها بهذه الطريقه. وهذه هي لاحظي ولا اروع، راها كما يقول لك متحوفه. راح نزيد معاكم حبه اخرى، نزيد نحلها. لاحظي حتى البلون طرافا راه يبان لي شويه. وبعدها نوضعها فوق ديك الاداه بهذه الطريقه كامل الحواف، ونهود شويه للداخل باه ما تجينيش، باه من بعد من نطويها ما تتقطعش. هي دي زاستيس، هي كل ما تخدمي بها راح تكتشفي دي زاستيس. نوضع كميه من الحشو على حسب الرغبه ونطوي. هنا تقدري نزيد، هنا راني نقول لك تقدري تشمخي غير صباعك وتزيدي القليل من الماء على الحواف باه تضمني الحبه تاعك ما تنتحلكش. بهذه الطريقه نتمنى كل خطوه راها مفهومه، خاصه بناتي المبتدئات. نحي الزوائد بهذه الطريقه، والعجين اللي تزايد لي نطويه، نعمل عفوا العجين اللي تزايد نلمه ونديره في كيس بلاستيكي ونخليه يرتاح. هذه هي انا خدمت هذه الكميه. راح نبدا نقلي لانه كان قريب الفطور، وقلت نبدا نقلي لوليداتي. هنا سخنت الزيت في المقله، وضعت الحبه تاع من شتاحمه على نار متوسطه. من شتاحمه الزيت، وضعت الحبه تاع البوراك وراني كما كتلاحظي نفرغ عليها الزيت. هنا وضعت الحبه الثانيه، لاحظي كيف بدات تنبل، راني نضيف لها في الزيت، نوضع عليها الزيت بهذه الطريقه ولا اسهل. طيبي هذه هي طريقه تاع القلي تاعها. تحطي الحبه تاع البوراك تخليها غير شويه ومن بعد تفرغي عليها الزيت، من بعد تقعدي تقلبي فيها. وطيب معاك مع لاباطه رقيقه راح طيب 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 سواها، ما راحش تجيك معجنه ولا خضراء ولا راح تجي هذيك هي. راح نكمل كل القلي تاع الحبات اللي راني موجدتهم ونرجع لكم تشوفوها في صحن التقديم. هذه وصفنا لها اليوم حاضره معنا في صحن التقديم، وصفه خرجت ولا اروع. اعتذر لاني ما درت لا ديكور لا والو، كانوا الصغار واقفين عليا قرعوا يفطروا. المهم قلت نقفل الفيديو مباشره. حطيت ديك الغرفيه تاع الشوربه، حطيت هنا داك البوراك. المهم قلت نكمل مع خواتاتي اللقطه الاخيره يشوفوا كي خرج البوراك، خرج ولا اروع. جربوا الوصفه وعينكم مغمضين. الشوربه كذلك بنينه. خياتي اللي جربوا الوصفه ومن قبل في الفيديو السابق راح نخليكم الرابط في التعليق مثبت، يخلوا لهم التعليق يقولوا لهم كيف خرجت معهم، ولا روحوا شوفوا التعليقات في الفيديو. تخرج بنينه. انا وضعت لها القليل من النعناع اليابس ديك الشوربه
تخرج واحد البنه ولا اروع. والبوراك ديروه عينيكم مغمضين حتى يبقى ويقعد شباب، يزايد ويقعد شباب. اذا عجبكم فيديو اليوم ما تنساوش دعمي باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ومشاركه الفيديو مع اهلكم احبابكم لتعم الفائده. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. خليتكم في امان الله وحفظه، تبقوا على خير.